لذلك كل منا، كل رئيس ومرؤوس لا بد أن يتقي الله عز وجل. أنت تحارب من؟ أتحارب قول الله؟ كيف أحارب قول الله؟ أنا مسلم. انظر إلى قول الله عز وجل: وقل اعملوا، فالعمل فريضة فرضها الله علينا. هل تستطيع أن تجلس في البيت ولا تطعم أولادك زوجتك؟ فأنت رب الأسرة. كيف ندعو عصيان عام تدمير لمصر؟ مصر حينما نتحدث منذ سنوات عنها أشعر بأني غريب عن هذه البلد، ولكن الآن كل منا يشعر بقيمة بلدنا هذه مصر. ليس لنا وطن إلا هي مصر، قبلة العلماء، مصر التي يسعى إليها العالم، مصر قبلة العلم، مصر قبلة الإيمان. والآن يحاول الخونة أن يدمروها بكل ما أوتي من قوة، ولكن إن شاء الله رب العالمين لن يفلحوا أبدا.